ركلة جزاء. كانوا ينتظرون وسام وكانوا ينتظرون أفشة، لكن البديل عمر هو من يأتي بالخبر. ويا له من خبر، يا له من خبر. ركلة جزاء للأهلي، لكن شوف وسام، شوف، الله عليك الله عليك الله عليك يا وسام أبو علي، وتمريرة في غاية الروعة. وعمر بعد ذلك يدخل إلى منطقة الجزاء، وكاردوزو يقع في المحظور، يقع في المحظور. ركلة جزاء أهلاوية، ركلة جزاء لعمر كمال. هذه اللقطة، وهنا الالتحام، وهنا ركلة الجزاء، هنا ركلة الجزاء لمصلحة عمر كمال بعد هذا الالتحام في اللقطة الماضية. وبالتالي يأتي قرار حكم المباراة خليل أوموت ميلر. خليل أوموت ميلر في الكرة الماضية يعلن عن وجود ركلة جزاء لمصلحة النادي الأهلي بانتظار تأكيد تقنية الفيديو. طوال 90 دقيقة لم يعد الحكم في أي قرار من قراراته إلى تقنية الفيديو. الآن في الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الثاني، أوموت ميلر، خليل أوموت ميلر، خليل هو من يدير هذا اللقاء، وخليل هو من يعلق هذا اللقاء، وخليل إن شاء الله دائما وش يساعد عليكم. كرة إلى ركلة جزاء لمصلحة النادي الأهلي. أفشة، مجدي من أجل هدف ثالث يضمن الوصول، يضمن العبور، يضمن الطيران للمشاركة في نصف نهائي انتر كونتيننتال العالم. مجدي من أجل التأكيد على أحقية الأهلي وأحقية انتصار مباراة اليوم. مجدي طرب. الله 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 الله، باتجاه التالتة شمال، وبالهدف الثالث يذهب مجدي ليحتفل مع جماهير الأهلي بضمان التأهل والوصول، بضمان التأهل والوصول. إعلان فلينتبه الجميع، الأهلي وصل، الأهلي وصل، وإلى كأس العالم للقارات من جديد. يسجل مجدي أفشة. يا ما كان وش السعد، يا ما كان وجه السعد، وسيستمر كذلك ليرسم الابتسامة والفرحة وبالقدم اليمنى. لا 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 لا، أهلاوية من جديد، ومرة أخرى يأتي بأقدام مجدي، يسجل، يضع الكرة في المرمى ويعلن عن ثالث الأهداف. حسمها، خلصها، أنهاها، خلاص مسك الختام، ويا له من ختام بأقدام مجدي أفشة الذي يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي. ثلاثية نظيفة في مواجهة نادي العين، وانتصار كبير للنادي الأهلي في هذا اللقاء وفي هذه المواجهة. بطل القارات الثلاث، إنجاز آخر